عندك بس هذا ال1000 دينار بجيبك، وعندك جهال اثنين بالبيت الدنيا ما تجرعهم. اذا طبيت للبيت وما شايل لهم شغله بيدك، ودير بالك تستحي من ابو الاسواق، لان اغلبنا حالتنا الماديه ضعيفه. فاليوم راح اعلمك تشتري شغلات هواي بهذا ال1000 دينار. اول شغله تروح للموطه وتسال ابو الاسواق وتقول له يا موطه تبيعها انت 2 بربع. وراها تروح للجلاتين، عندك هاي النوعيه كلش طيبه، ودير بالك تاخذ الوان مختلفه لان تقب العطا عندك بالبيت. وهنا نروح نشتري مصاصات هم 2 زرق نفس اللون، وهسه صارت عندنا 6 شغلات ب 750. وهنا عندنا بقى ربع دينار، اكو هواي نوعيات كباسه ينباع من 2 بربع، واذا ماكو خذ باكيتين عصير. حاليا ال1000 دينار عندنا خلص زين، واذا انت عندك 3000 دينار ايش راح تسوي بهم؟ وانت عندك تقريبا 6 جهات. وهنا انت حاليا راح تسوي المستحيل، لان الموضوع شويه راح تواجه به صعوبه، لازم تدور كميه وعدد. مثلا عندك هذا تشيز قدامك بيه بسكت هواي خير من الله، والنكهه اللي محشيه بيها مقبوله كلش، والكميه اللي موجوده بداخله هم زينه كلش. وعندك هذا تشيز مال بسكت طعمه كلش طيب وبنفس الوقت صحي، والوزن مالته كلش مقبول ويكفي اللي عندك. وهذا تشيز بقطع مال كاكاو وما يحتاج اسولف، الكميه واضحه. باكيت بسكت بالشوفان كلش طيب ومرتب. وعندكم هاي النوعيه مال بسكت مالح كلش طيب، وبنفس النوعيه اكو باكيت ثاني بطعم الكوفي. كل هذا